السلام عليكم ومرحبا بكم خياتي، ان شاء الله تكونوا قاع بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نديروا مع بعض زوج وصفات اقتصاديين وسهلين في التحضير تاعهم. خبز رائع خفيف بدون ميكسير ولا خلاط، غير باليد ويجي خفيف بالسميد والفرينة. رائع هذا الخبز، صدقوني رائع، تقدر اي وحده تحضره حتى المبتدئات ويجيهم ينجح لهم من اول تجربه. والقراطه تاعنا بنصف صدر الدجاج فقط، خفيف ساهل واقتصادي. اذا نروحوا بسم الله مباشره مع المقادير وطريقه التحضير. نبداو بالخبز تاعنا بسم الله. نحتاج درت فيه 2 كيسان تاع الماء دافي. هذا الكاس تاعي يرفد 250 مليلتر، وانتم تقدروا تستعملوا اي كيل. درت مغرف ونص، حوالي مغرف ونص آه م- عفوا خميرة الخبز، ومغرف كبيرة سكر، وشوية هادو حبة الحلاوة والزانوج، ومن 2 حتى 3 مغارف تاع الزيت. انا درت 3 مغارف تاع الزيت، ودرت 2 كيسان نفس الكيلو درت به الماء سميد رطب، يكون رطب. وخلطت هاد المكونات في الاول. شوفوا معايا هذا الخبز ساهل ساهل ساهل، في رمشة عين يوجد. عندي نصف ملعقة كبيرة تاع الملح، و2 كيسان تاع الفرينة. درت خلطت هذوك 2 كيسان في الاول تاع السميد، زدت معاهم كاس تاع الفرينة. شوفوا ما فيه لا ميكسر لا والو، غير باليد. وهذا الكاس تاني ضفته مباشرة كما قلت لكم بالمقادير تاعه مضبوطه. نتوما الكاس الثاني ديروا غير بشويه، وشوفوا خاطرش كاين نوعيه تاع فرينه اللي تشرب بزاف. مهم العجينه تاع هذا الخبز لازم تكون طريه وتتلصق في اليد كما راكم تشوفوا. خبطوه شويه برك، ما فيه لا عجن لا دلك لا والو، غير تخلطيه بيدك فقط. نظفت يديا من العجين، ومن بعد مسحتهم بشويه تاع الزيت، وحاولت نلم هذيك العجينه تاعي كما راكم تشوفوا فيها تتلصق. نغطيها ونخليها تخمر. اذا كان عندكم الوقت خمروها مرتين. ونروحوا مباشره نحضروا الكغاطي تاعنا اللي نحتاجو فيه. الى نصف ملعقه تاع زبده وشويه تاع الزيت، وعندي نصف صدر دجاج. ونحتاج ايضا مع نصف صدر الدجاج تاعي سنينات تاع الثوم صغار، درت 3. الا كان عندكم ثوم كبير ديروا غير سنه. نصف حبه بصل قطعتها عشوائيا مربعات، تقدروا بغيتو تربوه ربوه. ما نحتاجوش البصل في هذا المرق. غادي نصفوه لهذا قطعتها بهذا الشكل. ندوهم فوق النار ونحمرهم مليح مليح جيدا. في الاول قبل ما نمرقوا لازم نحمروا صدر الدجاج تاعنا والبصل، لازم نشموا هذيك ريحه القليان تاع البصل وتاع صدر الدجاج، ولازم صدر الدجاج تاعنا يتقلى مليح ويكتسب هذا اللون الذهبي. والتوابل نحتاج غير الملح وفلفل اسود، هذا مكان. تقدروا تزيدوا شويه تاع القرفه ما كانت عندي. ورقه تاع الرند درت 2 صغار. ونمرق مباشره بعد ما نقلي مليح. لازم نقلو مليح باش نتحصلوا على البنه واللون البني هذاك الشباب في الفون تاعنا ولا في المرق تاعنا. مرقت بالكميه المناسبه، ما درتش الماء بزاف، عندي غير نصف صدر الدجاج صغير برك. اذا وخليت الصدر تاعي تاع الدجاج يطيب، ورحت مباشره للخبز تاعي بعد ما خمر. درت يدي في الماء، ديكازيت الخبز تاعي كم تشوفوا. كما قلت لكم تقدروا تخمروه مرتين الا كان عندكم الوقت يجيكم خفيف اكثر. راكم تشوفوا العجينه جايه طريه وشابه. دائما نستعينوا بالماء، ديروا يديكم في الماء وشويه نحتاجوا شويه تاع السميد الرطب ثاني باش نربطوا فيه هذا الخبز تاعنا. راكم تشوفوا بالطريقه. درت قرصات صغار وحطيتهم مباشره في السني تاعي، دهنته بالزيت طبعا، ولا ديروا له ورق الطبخ كيما تبغوا. المهم قطعت هذا الخبز تاعي بهذا الشكل كما كنتوا تشوفوا. دائما يديا في الماء باش ما تلصقليش العجينه في يدي. ومن بعد في السميد الرطب رمبتها مليح على الجهتين، ومن بعد حطيتها في الصينيه تاعي. جاتني هذه الكميه 3 وعفوا 5 كما راكم تشوفوا تاع القرصات صغار، ما همش كبار كبار بزاف ومش صغار صغار صغار. وانتم يعني راكم تشوفوا هذا الكاس تاع 250 شحال خرج لي، وانتم تعرفوا شحال ديروا على حسب افراد العائله. درت له هذه الخطوط بواسطه هذاك عندي لام جديد، خليته هكا ندير به خطوط في الخبز تاعي، ولا بسكين حاد كيما تبغوا. خليته يخمر، شفتوه خمر معايا وشعلت عليه الفرن وخليته يطيب بعد ما خمر طبعا.
إلا كان عندكم الفرن يشعل من الفوق ومن تحت شعلوه، ما كانش عندكم شعلوه غير من التحت ومن بعد حمروه عادي. المهم بعد ما طاب صدر الدجاج تاعي راكم شفتوا، قلعته وصفيت هذاك المرق وخليته بجيه، وفي نفس الإناء درت مغرف بلا ما نغسله، درت مغرف تاع زبدة ومغرف تاع فرينة، درتهم فوق النار يذوبوا. هذاك المغرف قلت لكم مغرف زبدة ومغرف فرينة، نحضروا بهم كيما بيشاميل. درت عليهم كاس هذاك تاع المرق وخلطهم مليح حتى تعقد معنا الكريمة تاعنا. ومن بعد ضفتها صدر الدجاج تاعي فتته بعد ما برد، ضفت له كمية من هاد الكريمة أو البيشاميل اللي حضرناها بمرق الدجاج، بيشاميل بمرق الدجاج. شوفوا أنايا كانت عندي كمية صغيرة، ما درتش كمية كبيرة. إلا درتو يعني صدر الدجاج كامل في الكريمة تاعكم ديروا كاس حليب وكاس من المرق وزوج مغارف فرينة وزوج نعم زوج مغارف فرينة وزوج مغارف زبدة. في كل كاس عندنا مغرف فرينة ومغرف تاع الزبدة. أنا كانت درت غير مغرف، يعني ما خلطتش بين الحليب والمرق، درت مرق كأس مرق فقط. كيما شفتوا خلطت هذاك شويه تاع الدجاج تاعي في النصف الكميه، وخليت شويه درتها من الفوق. زدت هذا الجبن تاع المربعات كان عندي فوق الدجاج، هذه اختياري انا، كانوا باقي لي هذوك 3 مرصو ولا 4 مربعات ما عقلتش. المهم درتهم. وزدت الجبن مبشور من الفوق كما راكم تشوفوا. درته في الفرن وهذا هو الشكل تاعه. خاصة إذا استعملتوا الجبن من النوعية ديك الشابة اللي يعني راكم عارفين تحمر مليح. ما كانش عندي، استعملت غير هذا. المهم شباب بنين بزاف هذا الكراتان. تقدروا تزيدوا معاه البطاطا والخبز تاعي هذا هو خفيف ريشة. إذا عجبكم الوصفة تاع اليوم اشتركوا في القناة وديروا الجيم، وإلى اللقاء خياتي، نتلاقاو في وصفة قادمة إن شاء الله، دائما مع الوصفات السهلة والبسيطة، وإلى اللقاء.